زايد هات الفحم بنسوي لحم العيد. إن شاء الله أمي وياي. تدري إن الفحم مو بمعدن؟ انصدمت صح؟ الفحم أصله نباتات قديمة مضغوطة من ملايين السنين وفيه مواد عضوية، أما المعدن لازم يكون طبيعي صلب وما فيه ولا شيء عضوي. ما دامنا بدينا خليني أقول لك أكثر عن المعادن. بعض المعادن تتكون من عنصر واحد مثل الذهب، الحديد، الألمنيوم، وفي غيرها تتكون من أكثر من عنصر مثل الكوارتز والتوباز. وعشان تميز بين المعادن لا تكتفي باللون بس، لأن عادي يخدعك، في شيء أدق اسمه المخدش. هو عبارة عن اللون اللي يطلع من المعدن بعد ما نخدشه على بلاط أو خزف. كل معدن عنده لون مميز أبداً ما يتغير، لكن الذهب والبيرت يشبهون بعض. الذهب مخدشه أصفر والبيرت أسود مايل على خضار، عشان شي يسمونه الذهب الكاذب. الفحم يا زايد تأخرت. وقبل ما أروح، كل هذه المعلومات تعلمتها في درس المعادن كتاب العلوم للصف الخامس المنهج الإماراتي.